السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ بصوا النهارده قلت هعمل فطار على السريع كده. هعمل ايه؟ كان عندي جبنه رومي حطيتها في العيش، وده بقى كيس شيبسي كان بتاع ولادي فحطيته عليه، وبعدين لقيته مفرفت خالص، رحت فاتحه الساندوتش ومعبياه شيبسي. وعلى فكره طلع طعمه مش حلو، انا ما بحبش الحاجات اللي فيها الطماطم والفلفل المسكر ده، لا مش جاي معايا خالص. هنا بصوا بوريكم بقى بعمل البراد بتاعي، حطاه على النار. هو لما بيغلي بيعمل من هنا صفارة كده. من ساعة ما اشتغلنا في البويلرات والكاتلز والحاجات دي، قليل أوي ما بلاقي حد حاطط براد على النار. حتى البرادات اللي طالعة جديدة اللي هي البايركس وكده شكلها عجبني، وكذا مرة ببقى عايزة اشتري، بس باجي في الآخر أقول هي استخدامها دقيق قوي قوي يعني، وانا عندي ما شاء الله طبعا ولادي ولا استخدامهم دقيق ولا حاجه، فانا عارفه ان انا هجيبه يدش هزعل عليه، فمش هجيبه اصلا. فعملت كده ايه الفطار سريع، شاي بلبن. وهنا بوريكم ان انا دخلت الشيبسي جوه الساندوتش. هروح بقى افطر وارجع معاكم تاني. هنا بوريكم بصوا، كنت بعمل الحنه اللي انا عجنتها وحطيتها على شعري. وبما اننا بقى خلاص لحوسه بلحوسه، ده الماسك اللي انا عملته معاكم في فيديو قبل كده، اللي هو شوفان وميه ورد وعسل نحل. برضو كان عندي معلقه كده من الشوفان المطحون، قلت بقى ايه بالمره طالما احنا النهارده اليوم بتاع الماسكات والشعر وكده هحطهم. ورحت منزله الفلاتر بتاعه الغساله حطاها، بتاعه الشفاط بتاع البوتاجاز حطيتهم في غساله الاطباق، لان انا ما كانش عندي ميه سخنه. وهنا بوريكم البويلر بتاعي اتشرخ ازاي، بصوا. وعايزه اقول لكم اتشرخ من حاجه هبله جدا يعني. انا مش عارفه من ايه يعني، هل هو كان اتشرخ كده لوحده محدش خبطه ولا حاجه؟ انا كنت بغسله عادي جدا، وبغسله بفرشه بلاستيك اهي، ولا خبطت ولا اي حاجه. ببص كده لقيته بينزل ميه، معرفش بقى هل هي اللي خبطته ولا هو كان مشروح، معرفش. المهم هوريكم بقى خلطه الحنه اللي انا قلت لكم ايه ان انا حطاها دلوقتي وعاملاها. بصوا انا شفت ان هما بيقولوا لما نغلي البصل بالقشر بتاعه مع الثوم فترة طويلة على النار، ريحة البصل والثوم بتروح. هي كده كده حتى ما بيبقاش ليها ريحة قوية قوي، لان احنا بنغسل الحنة جامد. انت بتفضلي سايبة المية على شعرك كتير قوي عبال ما الحنة دي تطلع من الشعر، وبنحط شامبو وبنعمل حمام كريم. فانا يعني حاسة ان ريحة البصل والثوم، الا لو هنستخدمها في وصفة تانية، فانتوا حاسين ان ريحه البصل والثوم بتضايق، فانتي لما تغليهم فتره، يعني انا مثلا هحط عليهم كوبايتين من الميه وهسيبهم يغلوا لحد ما الكوبايتين دول يقصروا يبقوا كوبايه واحده بس، حوالي نص ساعه بسيبهم على النار. بحط معاها معلقه شاي، معلقه بن، عندك كركديه حطي، ما كانش عندي فحطيت شاي وبن. وحطيت عليهم معلقتين كده من زيت الزيتون، وعجنت الحنه وبيتها واستخدمتها تاني يوم. هل الحنة لازم تتبيت؟ معرفش، في ناس او في مقولات بتمشي مع ان الحنة لازم تتخمر 24 ساعة، وقبل ما تحطيها بتعصري عليها نص ليمونة. جربت شوية الكلام ده، بس حسيت ان هي نشفت لي شوية شعري. انما الحنة اللي بحط عليها شوية زيت زيتون من غير ليمونة، يعني ما اعرفش بقى، او هو صيف وشتاء، ما عنديش الصراحة معلومة كاملة من الناحية دي. بس انا ادي الخليط اللي انا بقول لكم عليه، باخده كده اقعد اصفي فيه حبه حبه واعجن، وافك الكتل كده اللي هي بتبقى فيها لحد ما يتكون معايا خليط ناعم. بصوا الحنه باينه في الكاميرا ان هي خضره خضره فاتحه قوي، لا هي في الحقيقه مش خضره قوي كده. يعني علشان انا كنت برضو بتخدع في الصدر لما بيجيبوه في الفيديوهات وكده، بحس ان لونه رائع، في الحقيقه ما بلاقيش لونه كده. فانا لما كنت بقى قاعده بسجل وشايفه الفيديو، لا هي الحقيقه الحنه مش لونها كده، الحنه اغمق من كده. هي باينه في النور بتاع الكاميرا ان هي خضرها كده زيتوني فاتح، لا هي اغمق من كده واغمق من كده حبه حلوين يعني. وبرده ناخد بالنا ان لو بنشتري اي حاجه ان الكاميرا واللون بيتغير في التصوير عن الحقيقه جامد. فدايما لما نحب نشتري حاجة او منتج نشتريه نقول له عايزين الصورة على الطبيعة. هنا كده بقى ايه، ما انا بقول لكم النهارده اليوم العالمي للرعاية بالنفس بقى والدلع.
كنت جايبه المنتج بتاع ديوب بتاع الزيت بتاع الضوافر، سيرم كده للضوافر، لان انا الضوافر عندي بتتكسر بشكل رهيب. انا من بعد ما ولدت ابني الاخراني ده وانا ضوافري اتدمرت حرفيا، ما بقتش بتطول، وحتى لو طولت تشق وخفيفة وعلى طول مبهدلة. عارفين مهما تحاولوا ان انتوا تعتنوا بالضوافر، شكل الضوافر اصلا بينمو كده مبهدل، ما تفهميش شكلها عامل ازاي. فهي كانت ضوافري بالشكل ده، ان هي حتى لما بتطول بشكل وحش مش عاجبني، وعلى طول الجلد اللي حوالين الضوافر دبلان. ومع ان انا بهتم على طول بالضوافر وبرطب وبحط كريمات وبعمل على طول بديكير لايديا، بس الفترة الأخيرة ما مش عاجبني. بصوا هنا بقى بوريكم شكلهم عامل ازاي، مدغدغين حرفيا مفرفتين. فمن كتر الريفيوهات اللي على السيرم ده قلت هجربه معاكم وهقول لكم النتيجة بتاعته ايه، عشان اللي حابب يشتري. بصوا هنا التكسير وعلى طول يشق كده من الجنب ويشبك فقلت ايه من كتر الريفيو هو عليه عرض الاتنين مع بعض بالتوصيل وكده كان عامل 305. فجبت وهجرب معاكم. انا استخدمته كده النهارده يعتبر خامس يوم بجربه معاكم. شفت نتيجة؟ لا لسه ما شفتش نتيجة طبعا، اول ما تبان نتيجة هقول لكم على طول. ندخل بقى على ايه، حاجة تانية مهمة كنت عايزة اقولها لكم. انا كنت جايبة شغل المكرمية ده، عايزة اقول لكم عدى عليه اكتر من سنة ويمكن اكتر كمان. ودول مخدات كنت جايباهم فرو قدام قوي، فكان شكل الفرو مضايقني وكنت عايزة اعمل مخدات مكرمية. طب هركب المكرميه دي، هي وحده كده مش كوشن على بعضه، انا كنت طالباها وحدات كده، لان انا قلت ايه لو مش هركبها كنت عايزه اعمل حاجه على مفرش يعني، وبعدين قلت لا هعملها على كوشن، فطلبتهم وحدات كده لوحدهم. فروحت جايبه الخداديه الفرو دي، فقلت ايه هغير شكلها، انا مش هعمل خداديه جديده ولا اي حاجه، هي كده الفرو بتاعها اصلا زي ما انتم شايفين منعكش كده. فهخيط الكوشن البتاع ده الوحدة المكرمية عليها، وهمسكها من فوق كده بإبرة وفتلة. بس لما تخيطي خيطي من الناحية طبعا اللي ما فيهاش سوستة، عشان لما نحب نقلع المخدة دي السوستة ما تعكسنيش. يعني لما تيجي تخيطي خيطي في الجانب المعاكس، خلي السوستة حرة معلهاش حاجة اهي. شايفين بقول لكم ما تركبوش من الناحية دي، ركبوا من الناحية دي. انا هاخد ابره وفتله وهبدا ان انا امشي عليها واحده واحده، القطها كده من فوق بس، وهسيبها حره كده علشان تفضل ايه تتهز كده ويبقى ليها شكل اهي. شايفين بعد ما خلصت شكلها حلو قوي وغيرت من شكلها خالص. بس يا حلوين ده كان فيديو كده على السريع، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك 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 لايك، لو عايزين مني اي حاجه سيبوها لي في الكومنتات هرد عليكم، واستنوني في فيديو جديد. ان شاء الله نبدا بقى تنظيفات وحاجات رمضان بدري شوية، بس انتوا عارفين الوقت بيجري ورمضان هوب هتلاقوه دخل علينا، عايزة اعمل شوية مخلل ولا حاجة. فاستنوني بقى لما انزل اشتري الحاجة واعملها معاكم. ولو عايزين مني اي حاجة برضو سيبوها لي في الكومنتات عشان نحضرها مع بعض في الفيديوهات اللي بعد كده. واقول لكم ايه، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.